المشكلة التانية ايه؟ المشكلة التانية ان حالات الخلع، ان اكتر من 90% من حالات الخلع اللي بتحصل في مصر الرجالة ما حضروش الدعوة، ما كانوش اصلا يعرفوا ان هم مخلوعين او ان هم في سبيلهم للخلع. الستات بترفع دعوى الخلع وتعلن الزوج امريكاني بطريقة كده غير مشروعة، احيانا بتتم ان يتم اخفاء المعلومة عن الزوج ان في قضية خلع مرفوعة، وتبقى عايشة معاه في نفس البيت وبتنام بالليل في حضنه وبتاكل وتشرب من خيره وأنيها في بيته، وهي من وراه رفع دعوى خلع وبتعلنه على عنوان غير حقيقي وهمي عشان الإعلام ما يوصلوش وما يعرفش. ده في ستات خلعت أزواجها وهي عايشة معاه عشان تاخد الشقة وتطرده، وفي ستات خلعت أزواجها وهي عايشة معاه عشان ترفع عليه نفقه وتاخد منه فلوس لانه بخيل وما بيصرفش، وفي ستات رفعت على ازواجها خلع وخلعته وخلصت منه عشان تاخد معاش ابوها. وبالتالي احنا هنا بنفتقد الركن الثاني من اركان صحه الخلع، هو ان الزوج يكون عارف ويكون عالم بانها مش عايزاه وانها هترجع له اللي جابه لها عشان تفتدي نفسها. ما بيحصلش، ده الزوج ما بيعرفش وبيتخلع وهو عايش معاها وما بياخدش كامل حقوقه، وبيفاجأ ان هو بقى مخلوع وهي بقت مختلعة، والحياة تتدمر والأسرة تتدمر، وكل ده بسبب قانون الخلع اللي بيدي الستات الحق في انها تخلع جوزها وتتخلص من هذه الزيجة دون إبداء أي مبررات أو أسباب، أو إنه يكون في سبب أو عامل من عوامل الضرر اللي تديها الحق ده. في حاجة اسمها طلاق للضرر إذا كانت متضررة، الخلع لا، الخلع مش عايزاه وخلاص، والمحكمة بتستجيب وبتخلع الستات، لكن لا بترجع مقدم صداق ولا الزوج بيعرف ولا الطلاق بيقع بإيده. ودي الأسباب الجوهرية اللي ممكن تؤدي إلى إن إحنا نخرج في الآخر ونقول إن الخلع بطريقته دي إذا اتطبق في مصر يبقى حرام، لأنه هيبقى خلع باطل، لأنه بني على أسباب أو أركان باطلة لعدم توافر الشروط والأركان الصحيحة للخلع أو للطلاق خلعا، وبالتالي هتبقى الزوجية ما زالت منعقدة، والجواز اللي بعد كده هيبقى فيه شبهة تحريم لأنها اتجوزت وجوزها الأولاني لا كان يعرف ولا عارف إنه اتخلع ولا خد حاجته ولا الطلاق وقع بإيده أو برضاه، وبالتالي جوازها اللي بعد كده هيبقى فيه شبهة حرمانية، وأتصور إنه ممكن يكون محل نظر أمام المحكمة إذا استطاع الزوج إنه يرفع دعوى بطلان حكم الخلع، لأن الخصومة لم تنعقد. لأن الخصومة إيه؟ لم تنعقد انعقادا صحيحا لعدم علم الطرف الآخر بوجود الخصومة أمام المحكمة. وبالتالي في جزء مهم جدا وركن من أركان الدعوة القضائية الذي به تنعقد الخصومة، وهو علم الطرف الآخر بوجود القضية، إحقاقا لمبدأ الحق في المواجهة، إن أنا أبقى عارف إن في قضية عشان أقف وأترافع ودافع عن نفسي. ما دون ذلك الخصومة باطلة والحكم بيشوبه البطلان، وما بني على باطل فهو باطل، والخلع مشكوك في صحته، والجواز اللي بعد كده اللي حضرتك هتتجوزيه هيبقى جواز غير صحيح وجواز باطل. ده رأيي وتحليلي ودي وجهة نظري، انت غير ملزم انك تطبق ده، وانت غير ملزمة انك تاخدي برأيي. انا بقول رأيي وتحليلي كراجل قانون دارس شريعة ودارس فقه، بشتغل في المحاكم المصرية في الأسرة وبتابع كتير من القضايا، ودي وجهة نظري وتحليلي وانا بس المسؤول عنها، انت مش ملزم تاخد بيها، ده اجتهاد ورأي، واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. ربما في آراء فقهية أخرى ترى غير ذلك، وانت من حقك تختار الرأي الأيسر والأسهل ليك، وتبقى انت المسؤول عنه وتتحاسب عليه قدام ربنا. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين.